السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم بغرير بدون اختمار كيوجد في 5 دقائق. المقادير اللي هما مضبوطين. بغرير كيجي خفيف وزوين بزاف وكيجي مطقب بحال الشهده. تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 كيسان ديال السميد اللي يكون متوسط. غادي نحتاجو كاس دقيق ديال الفورس، واحد الخمارة حمراء ديال الحلويات اللي الوزن ديالها 7 غرام، معلقة كبيرة ديال الخمارة ديال الخبز، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السكر. غادي ناخدو الخمارة ديال الدار، غادي نديرو فيها شوية ديال الماء دافي. بالنسبة للماء دافي يكون غادي للبرودة، ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلش ليكم الخمارة. غادي نخلطو وغادي نخليوه على جانب. غادي ناخدو اناء، غادي نضيفو فيه 2 كيسان ديال السميده كما قلت في الاول. السميده متوسطه، ما تكونش هذيك الرقيقه وما تكونش الغليظه. غادي نزيد نضيف معاهم الكاس ديال الدقيق فورس. بالنسبه للدقيق ولا السميده من الاحسن غربلوهم باش يجيوكم زوينين. صافي غادي نضيف معاهم الملحه والسكر. بالنسبه للخماره ديال الحلويات ما غاديش نضيفها في هذه المرحله. غادي نخلطوا النواشف مزيان وغادي نضيفوا الماء. بالنسبة للماء غادي نضيف الماء كما قلت لكم يكون دافئ غادي للبرودة، باش يصدق معكم البغرير ديالكم زوين وما يقتلش لكم الخمارة. كما شفتوا ضفت الكاس الاول، غادي نضيف الكاس الثاني، وانايا كنخلط وانا كنضيف الماء شويه بشويه. غادي نقول لكم شحال ديال المجموع بالضبط اللي ضفت ديال الماء. نتوما دائما الماء في البغرير ضيفوا كاس بكاس وانتم كتخلطوا، باش يبان لكم المقادير نيشان مضبوطين. الا البغرير ديالكم جا شويه خفيف ما غاديش يصدق لكم مزيان، ما غاديش يبغي يتقب. صافي هنايا من بعد زدت الكاس الثالث حيتاش جاني البغرير باقي شويه ثقيل بزاف. صافي زدت الكاس الثالث، غادي نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف هذيك الخميره اللي خليناها ارتاحت غير على ما وجدنا الخليط ديالنا. غادي نضيف هذيك الخميره وغادي نعاودو نخلطو الخليط. خلّيت الخميرة مزيان مع الخليط ديالنا وباقي الخليط شوية تقيل. على داك الشي غادي نزيد نضيف نص كاس ديال الماء. هنايا ضفت الكيسان ديال الماء بالضبط 3 الكيسان ونص ديال الماء. نتوما بالنسبة على حسب السميدة اللي غادي تكونوا درتو، وبالنسبة حتى للدقيق فورس كيختلف النوعية ديالو. داك الشي علاش غادي يقدر تحتاجوا من 3 الكيسان ونص حتى ل4. صافي هنايا غادي ناخدو الخليط، غادي نديروه في الطراب الكهربائي يعني في المولينيكس يتطحن مزيان، اولا في الطراب الكهربائي اليدوي بحال هذا اللي طربت به انا، بحال ما كاينش مشكل. غادي نخلطو مزيان واحد 3 ديال الدقائق. من بعد غادي نزيد نضيف هذيك الخميره ديال الحلويات 7 غرام، وغادي نطربوا الخليط مزيان. واحد الحاجه اللي كتجي زوينه في البغرير واللي كتخليه ينجح معكم 100% هو التطراب، انكم تخليو الخليط ديال البغرير ديالكم يتخلط مزيان حتى يدير فقاعات بهذا الشكل. هذا راه ما كيبانش لكم مزيان. هنايا غادي نطفي الفلاش باش يبان لكم. البغرير خصو يدير فقاعات بهذا الشكل هذا. غادي نخليه يرتاح 2 دقائق فقط، ما غاديش نخليه يرتاح اكثر. 2 دقائق ولا 3. صافي غادي يبدا كنطيبو بحال العاده. المقله ديال البغرير كنسخنوها مزيان حتى كتسخن، كنبردوها بالماء بارد. من بعد كنضيف واحد المغرف ديال الخليط ديال البغرير وغادي نحطو فوق البوطه عفوا كيطيب. بالنسبة للمقلة كل بغريرة كطيب كنحطوها كنبردو المقلة ديالنا وكنديرو البغرير يطيب. كنمشيو بنفس الطريقة. بالنسبة للبوطة كنحطو البغرير فوق من البوطة الأول. البوطة كتكون مجهدة كاملة الجهد كامل ديال البوطة حتى كيتقب لينا البغرير بهذا الشكل هذا حتى كيوصل لهاد المرحلة هادي. عاد كنقص النار المتوسط فقط. من بعد ما كيطيب كنشوفو طاب صافي كنقلبو كنلقاوه طاب من الجهة حتى من التحت. صافي كنحيدو كنبقى كنكمل بنفس الطريقة حتى كنكمل البغرير كامل. صافي هنايا من بعد ما ساليت البغرير كامل اللي عندي كنقدمو في الطبق ديال التقديم مع بريري ديال اتاي كما العاده. كنقدموه في الفطور اولا في الكوتي فهو كيجي زوين بزاف. اهم حاجه هو انه كيتوجد بسرعه بلا ما نخليوه يخمر. وتاني حاجه هو انه كينجح معكم من اول مره. واخا غادي ديروه اول مره انا متاكده فانه غادي ينجح معكم وغادي يعجبكم. كيجي خفيف بزاف وكيجي زوين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. كنتمنى ديروا لايك الفيديو، واللي باقي مازال ما مشتركش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد. نتلاقاو في وصفة جاية إن شاء الله. بسلامة عليكم.